السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قديم الزمان، في قرية بعيدة وفي صحراء شاسعة وسط الجبال العالية، جاء رجال ملثمون يحملون شابا في عربة يجرها حصان، ثم ألقوه على الأرض وسط الصخور، وكان جسده مليئا بالجروح، وكان الشاب يصرخ فيهم ويسبهم مما يفعلوه به. فالتقط أحد الرجال حجرا وكان على وشك أن يرميه على رأسه، لكنه فجأة سمع صوت امرأة تصرخ، وعندما نظر حوله لم ير شيئا، فخاف وقال لأصحابه: هيا بنا، هذا المكان غريب ومخيف، وهذا الشخص سيموت لا محالة، فهيا بنا ولا يقترب أحدا من هذا الجبل. وبعد يومين كان الشاب فاقدا للوعي، فاستيقظ على يد تضمد جراحه وفتاة تنظر إليه بعينيها الزرقوين. سألها: من أنت؟ يبدو أنك لست من البلدة. قالت: اسمي علياء، وأبي ملك الجبل الأحمر، وجدتك تئن وتتألم بجانب الصخور فحاولت مساعدتك. تفاجأ بالاسم وقال: اسم غريب، لكنني لا أعرف أحدا يسكن هذا الجبل، ربما أنت من مكان آخر. أجابت: قريتنا على الجانب الآخر وهي شديدة الوعورة. حك الفتى رأسه متعجبا، فعن أي مكان تتحدث الفتاة؟ فملامحها وشكلها لا يوحي أنها من أي مكان هنا. ثم قال لها: على العموم أشكرك على المساعدة، فلولا اهتمامك لكنت بين الأموات. قالت متسائلة: ما اسمك؟ وما الذي حدث لك وأتى بك إلى هنا؟ أجاب: اسمي محمد، كنت أعيش مع أبي وأمي في منزلنا، وكان لنا جار لأرضنا اسمه عامر، حاول الحصول على أرضنا بكل الحيل، ولكن أبي كان يرفض، لأن الأرض كانت عزيزة عليه ويحبها جدا ولا يملك غيرها. لكن عامر كان من أعيان البلدة وأغنيائها، وله رجال كثيرون يقومون على خدمته وتنفيذ أوامره، فاستمر في إيذاء والدي ومضايقته بين الحين والآخر ليترك له الأرض ويذهب بعيدا. لكن أبي لم يستسلم واشتكاه إلى عمدة البلدة، لكنه لم يفعل لنا شيئا. حاولنا طلب المساعدة من أقاربنا لكنهم تخلوا عنا خوفا من بطش هذا الرجل، ولم يريدوا أن يغضبوه من أجل والدي. وفي أحد الأيام مرضت والدتي مرضا شديدا، وذهب أبي إلى أحد الأطباء في القرية، لكنه رفض أن يأتي معه ويعالج أمي خوفا من بطش عامر. فقد أمر أهل البلدة جميعا بعدم التعامل معنا أو مساعدتنا في أي شيء حتى نبيع الأرض ونترك المكان. وفي النهاية ماتت أمي بسبب سوء حالتها، ولحقها أبي حزنا وقهرا عليها وعلى ما رآه من أهل القرية. وحاول عامر إغرائي وشراء الأرض، ولكني رفضت رفضا شديدا، وقلت له أن حق أمي وأبي سوف أخذه، وأرضي لن أفرط فيها. فأمر رجاله بربطي وضربي، وجعلوني أبصم رغما عني على أوراق بيع الأرض والمنزل كذلك، وأمرهم بأن يلقوني خارج البلد، وهددوني بالقتل إن رأوني مرة أخرى في القرية. ثم امتلأت عيناه بالدموع وسالت على خديه، وبكت علياء حزنا على حاله، وهي تحاول مواساته، وطلبت منه أن يذهب معها إلى مكان آمن حتى تلتئم جراحه، وظلت بجواره ترعاه وتداوي جروحه حتى عادت له صحته ووقف على قدميه. ففرحت علياء بشفائه، وأخذته معها إلى رحلة بين الحدائق والبساتين الغريبة التي لم يشاهد مثلها من قبل. كانت أماكن جميلة مليئة بالفراشات والحيوانات الأليفة والزهور الجميلة. كان الشاب سعيدا بهذه الرحلة وهذه الأماكن التي أنسته مرارة أحزانه، وقد تعلق قلبه بالفتاة وأحبها، فقد كانت النور الذي أضاء ظلمة حياته.
وقد علم أنها أميرة من الجن، وأن والدها ملك هذه الأرض. ولما علم أنها من الجن لم تتغير مشاعره، فقد كان يشك من البداية أنها ليست طبيعية، وهذه الأماكن غريبة عن البشر. ثم قال لها: أريد أن أعود إلى أرضي وبيتي. فرفضت علياء وقالت له: هنا أرضك وبيتك، ولا تذهب إلى هناك مرة أخرى. لكنه أصر إصرارا شديدا وقال لها: حق أبي وأمي لن أتركه مهما كلفني. فقالت له في الصباح: سآخذك لتشاهد المكان فقط، وسأنتظرك عند الجبل لتعود مرة أخرى. عندما دخل الشاب إلى القرية اندهش الناس عندما شاهدوه حيا، فقد ظنوا أنه مات. توجه الشاب ناحية أرضه فوجد عامر قد أزال الحدود وضمها إلى أرضه، فذهب إلى المنزل فوجده مغلقا، فكسر الباب ودخل إلى المنزل فوجده فارغا، لا يوجد به حتى مسمار في الحائط. حزن الشاب حزنا شديدا وجلس على الأرض وهو غارق في أفكاره. فاقترب منه بعض من أهل القرية لمواساته، وحذروه من عامر، وأنه لو علم بوجوده وبفتح البيت سوف يقتله، وأنه عليه الرحيل الآن. لكن عامر رفض وظل جالسا أمام البيت. فعلم عامر بما حدث، وأخبره رجاله أن الشاب محمدا عاد من الموت، وأنه يوجد شيخ صالح في البرية ينصر المظلومين. فغضب عامر وقال: هذه خرافات، ولا بد أن أحدا ما ساعده حتى يظل حيا إلى الآن. ثم جمع رجاله وانطلق نحو بيت الشاب، فوجده جالسا أمامه. فقال له عامر: ألم أحذرك من العودة إلى البلد مرة أخرى؟ فرد محمد: هذا بيتي وهذه أرضي ولن أتركهم. فأمر عامر رجاله بحرق البيت، فأسرع الرجال نحو البيت وأشعلوا النار فيه وسط صياح شديد وغضب من محمد، لكن لا أحد يسمع له. كانت الناس تجتمع وتشاهد ما يحدث، وقد أصابهم الحزن والغضب الشديد، لكن الخوف يتملكهم ولا يستطيع التحرك لإنقاذ الشاب أو البيت. في هذه اللحظة أمسك محمد بفأس وانطلق نحو عامر ليقتله، لكن رجال عامر أمسكوا به. فضحك عامر بسخرية وأخرج سيفه وقال لمحمد: لقد حذرتك مرات عديدة، لكنك مصر على الموت. ورفع سيفه وتقدم ليقتل الشاب. كانت علياء الجنية تراقب الموقف من بعيد، وعندما شاهدت عامر يمسك سيفه ويقترب من الشاب ليقتله، تحركت بسرعة ورفعت يدها، فخرج منها صاعقة قوية ضربت عامر في يده، فسقط السيف على الأرض وأصابه الشلل المؤقت. فهلل الناس وكبروا، وزال الخوف من قلوبهم، وأسرع الناس نحو عامر ورجاله، فأصابهم الخوف وفروا هاربين. ثم أسرع الناس نحو البيت وبدأوا في إطفاء النار، لكن البيت قد أصابه ضرر كبير وأصبح لا يصلح للعيش. اجتمع الناس حول الشاب محمد وطالبوه أن يأتي معهم ليستريح، فرفض وقال: لن أترك عامر حتى أقتله. ثم شاهد الشاب علياء وهي تقف بعيدا، فذهب ناحيتها وشكرها على ما فعلته، فقالت له: لن أتركك هنا، هيا بنا. لكن الشاب رفض وقال لها: لن أرحل من هنا حتى أقضي على هذا الملعون. قالت: وماذا تريد أن تفعل؟ قال لها: سأجمع القوم وأذهب إلى بيت عامر وأحرق عليه بيته وهو بداخله كما حرق بيتي. على الجانب الآخر كان عامر يجلس داخل قصره وحوله رجاله، وهو مسعور ومندهش مما حدث، وقال لأحد رجاله:
ما حدث لي ليس أمرا طبيعيا، لقد أصابني شلل تام، وسمعت صوتا غريبا يصرخ في أذني. هذا شيء لا يصدق. فقال أحد رجاله: لقد حدث لي نفس الشيء عندما كنت في الصحراء وأمسكت حجرا، وكنت على وشك أن أقتل هذا الرجل، لكن أصابني الرهبة من سماع الصوت، وأحسست بشيء غريب، فخفت وتركته ورحلت. ذهبت لمياء مع محمد واجتمعت مع أهل البلد، وقال محمد: سننتظر حتى يحل الليل وينام عامر ورجاله، ونذهب جميعا بلا خوف أو رهبة، ونحاصر بيت عامر ونشعل فيه النار، ومن يخرج حيا من البيت سوف نقتله. لابد أن نزيل هذا الخوف من قلوبنا، فوجود هذا الملعون يهدد حياتكم جميعا، وليس أنا وحدي، ولن يكون أحد منكم في مأمن من بطشة إن ظل موجودا في هذه البلدة. فصاح الناس وهللوا وقالوا: كلنا معك يا محمد، لن نتركك حتى نتخلص من هذا الظالم. وفي المساء عندما حل الظلام تجمع أهل البلد وأحضروا المشاعل، وانطلقوا بأعداد كبيرة في مشهد مهيب. يتقدمهم محمد ومعه الجنية علياء حتى وصلوا إلى بيت عامر، وحاصروا البيت وأشعلوا النار فيه، ولم يستطيع أحد الخروج من البيت من شدة النار، وظلت النار مشتعلة حتى أنهت على البيت ومن بداخله. فرح الناس وهللوا وقالوا لمحمد: من اليوم سنعينك عمدة للبلد، فأنت من يستحقها. نظرت علياء إلى محمد وقالت له: هل ستبقى هنا ولن تأتي معي؟ فقال لها: لن أستطيع ترك أهل بلدي بعد أن عينوني عمدة عليهم. فحزنت علياء وقالت له: كما تريد، وتركته ورحلت، والدموع تملى عينيها، فقد أحبته وكانت ترغب أن يظل معها ويتزوجها، لكنها لم تقف في طريقه. وسط احتفال كبير اجتمع الناس من كل مكان لتنصيب محمد عمدة لهم، لكن محمد لم يكن سعيد بالمنصب، وأحس أنه في مكان غريب لم يعتاده، وبيت ليس بيته، فكان دائما شارد الذهن غارقا في تفكيره. وبعد عدة أيام ذهب محمد إلى قبر أبيه وأمه، وظل يبكي وهو حزين على فراقهم، وقال في نفسه: لقد عاد لكم حقكم، وأصبحت عمدة للبلد، لكن هذا لم يعوضني عن فراقكم، ولا أستطيع العيش هنا بدونكم، فقد أصبحت وحيدا. وبينما هو حزين ويبكي لمح طيف علياء الجنية، وتذكر الأوقات السعيدة التي عاشها معها، فعزم الأمر على الذهاب إليها والبحث عنها. ركب محمد حصانه وانطلق في الصحراء ذاهبا إلى الجبل الأحمر الذي التقى به مع حبيبته علياء، وظل يوما كاملا يبحث عنها وهو حزين ويفكر فيها، حتى وجد شيخا كبيرا ذو لحية بيضاء يجلس تحت شجرة، فاقترب منه الشاب وجلس بجواره يستريح وهو غارق في أفكاره. فسأله الشيخ: ماذا بك يا بني؟ ولماذا أنت حزين هكذا؟ قص عليه قصته، فقال له الشيخ: الجن والإنس مختلفان، وإذا أردت حبيبتك عليك أن تنسى قريتك وأهلك، هل تقبل ذلك؟ أجاب محمد: لقد أخطأت، فلا شيء يساوي الحب، لقد كنت أنانيا لما فكرت في نفسي، ما فات قد فات، وأنا متأكد أن أبي وأمي هما أكثر سعادة بحبي مع لمياء، أكثر من استعادة أملاكهما، وما هي إلا حطام الدنيا. حك الشيخ رأسه وقال: إذا كان الأمر كذلك فاعلم أني ملك الجان ولمياء ابنتي، هيا قم معي سوف أخذك إليها، فقد أكدت لي حسن نيتك، وهي الآن في أسوأ حال.
ذهب الشيخ مع محمد حتى وصل إلى الحديقة الغريبة، فقال له الشيخ: انظر بعيدا، فهي تجلس هناك تحت الشجرة. فذهب محمد مسرعا نحوها ووجدها تجلس حزينة، لكن عندما التفتت ووجدت محمدا أمامها فرحت وابتسمت وقالت له: لماذا عدت سريعا؟ قال لها: المكان هناك أصبح غريب علي، بعد فراق أبي وأمي لم يبق شيء هناك أعيش من أجله، وأحسست أنني في مكان غريب لم أعتاد عليه، وندمت على فراقك بعد كل ما صنعتيه معي. أنا آسف يا حبيبتي، لن أتركك مهما حدث، فأنت أفضل شيء حدث في حياتي، وسأظل بجوارك إلى النهاية. قالت له الفتاة: لن تندم على قرارك، فالجن مثلكم ينقسمون إلى مسلمين وغير مسلمين، ويوجد منهم الأشرار ويوجد كذلك الطيبون، كما عندكم معشر الإنس يوجد عندكم مثل عامر، فهو إنسي لكنه ظالم وفاسد ولا يعرف الله، وسوف أخذك لتتعرف على قومي فهم من المسلمون الطيبون. ذهبت الفتاة مع الشاب وجمعت قومها ليتعرفوا عليه، وقالت: هؤلاء قومي، فلا تخاف من شكلهم، فهم طيبون يحبون الخير والسلام، وسوف تتعود عليهم وتحبهم. فقال الشيخ الكبير: غدا سوف نقيم حفل كبير لزفافكم، هيا لتتجهزوا إلى الحفل. وفي اليوم الثاني أقيم حفل زفاف محمد على علياء الجنية، وسط جو جميل من الفرح والسعادة والسرور. وهكذا عاش محمد في سعادة وهناء في مجتمع غريب عنه، لكنه وجد به الحب والسلام والأمان الذي لم يجده في مجتمع البشر. من وصل معنا إلى نهاية القصة اترك لنا رسالة في التعليقات من أي بلد تشاهدنا،